أهلا بيكم معانا مرة تانية في مناقشة جديدة، وبجد بنشكركم جدا على المتابعة والثقة دي، هي دي اللي بتخلينا نكمل. النهاردة بقى هنبص كده على شوية حاجات بتحصل حوالينا، خصوصا في عالم السوشيال ميديا والمشاهير دول. بنشوف قصص كتير، تصرفات، كلام بيتقال، بنحاول نفهم سوا إيه اللي ورا ده كله. معانا النهاردة شوية مواقف وأخبار. في أرقام بالملايين بتتغسل، مخدرات وأسلحة واستغلال. دي بصراحة عناوين كده تخض، وبقت مرتبطة بوشوش مشهورة، بنشوفها كتير قوي على تيك توك. طبعا. النهاردة بقى عاوزين نفهم أكتر موجة القبض والتحقيقات الأخيرة اللي طالت ناس معروفة جدا، تيك توكرز مصريين. يا ترى إيه اللي بيحصل بجد ورا الكاميرا دي؟ بالظبط، هو ده المهم. مهمتنا النهاردة إننا نبص على أهم الاتهامات دي، من أول غسيل الأموال والمخدرات لحد المحتوى اللي بيتقال إنه بيخالف قيم المجتمع. تمام. وهنشوف مين الأسماء اللي ظهرت في الصورة دي، زي شاكر ومداهم وموكا وغيرهم. كل ده طبعا بناء على الكلام المنتشر وتصريحات الجهات الرسمية. عايزين نفهم أبعاد الموضوع ده كويس. خلينا نبدأ بالأسماء اللي عملت ضجة كبيرة قوي. مداهم مثلا، الكلام على غسيل حوالي 65 مليون جنيه. الرقم ده لوحده مش طبيعي، رقم ضخم جدا فعلا. المصادر بتقول إنه كان بيشتري عقارات وعربيات وبيفتح شركات وهمية، اللي هو الطريقة الكلاسيكية عشان الفلوس اللي جاية من سكة مش تمام تبان قانونية. هي دي فعلا الطرق المعروفة، استخدام الأصول زي العقارات والشركات دي بتصعب تتبع المصدر الأصلي للفلوس. أكيد، خصوصا لو الأرباح اللي بيقولوا إنها جاية من الإنترنت مش بتغطي حجم الثروة الكبيرة دي، وده اللي بيخلي السلطات تركز قوي على مصدر الفلوس المفاجئ ده. طب ونقطة المخدرات اللي لقوها معاه؟ حتى لو اتقال إنها للاستخدام الشخصي، القانون نفسه بيعتبر الحيازة في حد ذاتها جريمة وليها عقوباتها، فدي تهمة إضافية. تمام. طيب نروح لشاكر. هنا بقى الكلام عن أرقام أكبر بكتير، في ناس بتقول مليارات. الأرقام اللي بتتردد في قضيته فعلا فلكية. وكمان حكاية المحاميين الأجانب دي، إيه تفسيرها؟ هل ده معناه إن وراه دعم قوي ولا الموضوع فيه تعقيدات قانونية تانية؟ بص، موضوع المحاميين الأجانب ده ممكن يكون ليه أكتر من معنى. ممكن يكون دليل على دعم مادي كبير، أو يمكن محاولة لإعطاء القضية بعد دولي مثلا، أو يمكن بس استعانة بخبرات قانونية معينة في النوع ده من القضايا. لكن الأخطر بصراحة هو التسريب اللي انتشر. التسريب ده قلب الدنيا. بالظبط، الكلام اللي بيتقال فيه إنه بيتفق يأجر بنت مقابل 5 أسود. المصطلح ده لوحده غريب ومش مفهوم. إيه 5 أسود؟ شكله مصطلح دارج بينهم لمبلغ كبير أو مقابل معين، بس تفاصيله مش واضحة خالص. أكيد، بس هو لوحده كده بيفتح باب لكلام كتير عن الاستغلال والعلاقات الغريبة في العالم ده. التسريب ده لو صح بيضيف بعد تاني خالص للقضية. طبعاً، بيفتح ملف الاستغلال المزعوم، وبيزود المخاوف من الجانب المظلم بتاع الشهرة السريعة والفلوس الكتير اللي بتيجي من الدعم ده على المنصات. ده غير السلاح اللي لقوه معاه. وما ننساش دي خالص، لقوا معاه سلاح ناري وذخيرة وقت القبض عليه. دي لوحدها تهمة جنائية خطيرة، عقوبتها ممكن توصل ل5 سنين سجن. 5 سنين مش قليل خالص. لا طبعاً. ويبدو كده إن المخدرات زي خيط ماشي في كذا قضية من دول. موكا كمان اتقبض عليها بمخدرات. صحيح. والمصادر بتقول مش بس تعاطي، لا ده بغرض التجار، وكمان طلع إن ليها سوابق. قضية موكا بتوضح الربط اللي بعض الناس بتحاول تعمله بين نوعية المحتوى دي وبين أنشطة إجرامية تانية خالص للأسف. ووجود سوابق جنائية ليها، والاتهام المرة دي بالاتجار في المخدرات ده بيخلي وضعها القانوني أصعب بكتير، وبيبعد القضية تماماً عن فكرة مخالفات محتوى أو حتى تعاطي شخصي. طيب ده يخليني أسأل عن الصورة الأكبر بقى. في كلام بيربط التيك توكرز دول بحاجة اسمها وكالات بالدرهم، زي ما سمعنا زمان في قضية حنين حصام كده. هل في شبكات منظمة ورا الكواليس؟ فكرة الوكالات دي بتطرح أسئلة مهمة فعلا. مين المستفيد الحقيقي؟ وهل في استغلال للتيك توكرز نفسهم؟ دي أسئلة لسه إجاباتها مش واضحة. طب وإيه قصة الجدل بتاع تجارة الأعضاء اللي دخلت فيه أسماء زي مروة يسري ووفاء عامر؟
الدنيا اتقلبت وقتها. مهم جدا نفرق هنا الادعاءات بتاعة تجارة الأعضاء اللي ارتبطت بمروة يسري، اللي هي أصلا بتقول إنها بنت مبارك وده عليه نزاع قانوني لوحده. الادعاءات دي ظهرت على جنب كده. فهمت. لكن التحقيقات الحالية مع التيك توكرز اللي بنتكلم عنهم دلوقتي زي مداهم وشاكر وموكا بتركز أساساً على تهم تانية خالص: المحتوى، غسيل الأموال، المخدرات، السلاح. يعني قصة تجارة الأعضاء دي بره التحقيقات الرسمية بتاعتهم؟ بالظبط. التعليق اللي قالته فنانة زي بدرية وفاء عامر وقتها زود النار شوية، لكن شكله كان مبني على إشاعة انتشرت في وقت معين ومش مرتبط بأدلة في التحقيقات الحالية دي. لازم نفصل بين التهم الرسمية اللي ماشية في النيابة وبين الكلام المنتشر والشائعات. تمام، دي نقطة مهمة للتوضيح. طيب، في نقطة تانية مقلقة جدا وهي الأطفال، زي أولاد نعمة أم إبراهيم، نجمة ومسلم. بيظهروا كتير قوي في الفيديوهات ومعاهم موبايلات ودلوقتي الأم اتقبض عليها. إيه وضع الأطفال دول؟ دي يمكن أكتر نقطة حساسة ومؤلمة في الموضوع كله، بتكشف عن بعد أسري وإنساني صعب. في تخوف حقيقي من استغلال الأطفال دول في صناعة المحتوى عشان يزودوا المشاهدات والأرباح، أو على الأقل تطبيع نمط حياة غريب بالنسبة لهم، ومراعيتهم بشكل ضروري. يعني الصورة كده معقدة جدا، شهرة سهلة وفلوس شكلها كتير قوي، بس في المقابل اتهامات خطيرة جدا بتقرب من عالم الجريمة المنظمة. ده غير علامات الاستفهام حوالين دور المنصات نفسها في كل ده. هي المعادلة بقت واضحة شوية: شهرة وثروة سريعة غالبا، مش دايما بس غالبا، بتجيب معاها تدقيق ومساءلة، خصوصا عن مصدر الفلوس دي ايه وطبيعة المحتوى اللي بيتقدم ايه. والقانون بيحاول يلحق. بالظبط، القانون بيحاول يجري ورا التطورات السريعة دي والجوانب اللي ما كانتش واضحة أو منظمة قبل كده في عالم السوشيال ميديا ده. طيب، لو حبينا نسيب سؤال كده للمستمع يفكر فيه بعد كل التفاصيل دي، ممكن يكون إيه؟ ممكن نفكر بعيداً عن القضايا والأحكام، إزاي إحنا كمجتمع بنتعامل مع تأثير الشخصيات دي، الناس اللي بتجمع ملايين المتابعين وساعات بأساليب جدلية جداً، تأثيرهم إيه على الأجيال الجديدة بالذات. وبكده نكون لخصنا أهم النقط في القصة دي. لو التحليل السريع ده عجبكم وعايزين تشوفوا فيديوهات تانية زي دي، ما تنسوش تعملوا 3 حاجات مهمة جدا. أيوة، دعمكم مهم. أول حاجة، اشتركوا في القناة حالا لو لسه ما عملتوش. تاني حاجة، دوسوا على زرار اللايك عشان نعرف إن المحتوى عجبكم. وتالت حاجة، شيروا الفيديو ده مع أصحابكم وفي كل حتة عشان القصة توصل لأكبر عدد. يلا، مستنيينكم.